في العالم القديم كانت هناك عجائب 7، أروعها وأبهرها أهرامات الجيزة. كانت لدى قدماء المصريين المقدرة على إنجاز مشروعات هندسية متطورة باستخدام أدوات بدائية، حيث قاموا بتطوير طرق قطع الأحجار ونقل كتل صخرية ضخمة ووضعها بدقة في أماكنها المقررة من البناء. كما زينوها بالنقوش والرسومات التي احتفظت بروعة جمالها وألوانها الزاهية حتى اليوم. ساهم المهندس المصري على مر العصور في تقدم البشرية، عندما أضاف إليها من إبداعاته ونظرياته ومشاريعه الضخمة التي تعلم منها مهندس العالم على مر التاريخ. اهتم الفراعنة بالمهندسين، فكانوا يضعونهم في مصاف النخبة من رجال المجتمع ومن المقربين في البلاط الملكي. من هنا يأتي تقدير المجتمع في العصر الحديث للمهندس المصري. بفعل التطور السياسي والاجتماعي الذي شهده الشعب المصري، أنشئت نقابة المهندسين المصرية عام 1946 للميلاد، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد. للنقابة دور بارز وإيجابي في العمل الوطني، وذلك بتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية. تمتعت نقابة المهندسين بمكانة بارزة بين النقابات الأخرى، حيث عملت على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وثقافياً. مع دخول مصر في النفق المظلم خلال العقود الثلاثة الأخيرة، كانت نقابة المهندسين من أوائل الكيانات الوطنية التي امتدت لها يد الظلم والبطش بعد صدور القانون رقم 100 لعام 1993، حيث تم فرض الحراسة على النقابة في 2 مايو عام 1995 ليخبوا مشعل هذا الصرح الوطني العملاق. كافح المهندسون للدفاع عن نقابتهم بأروقة المحاكم، حتى استطاعوا اقتناص حكم بإنهاء الحراسة في 27 من ديسمبر من عام 2009. ولكن أن لدولة انتهكت القانون والحريات أن تنفذ أحكام القضاء. المهندسين تقريبا حطوا صوابعهم في الشق من عدم تنفيذ حكم المحكمة برفع الحراسة عن النقابة. ناويين على الاعتصام المفتوح في مقر النقابة من أول الأسبوع اللي جاي. بعد ثورة 25 من يناير،
تجدد الأمل لدى جموع المهندسين لاستعادة نقابتهم المخطوفة، حيث حصلوا على حكم تاريخي آخر يقضي بإنهاء الحراسة، وذلك في أغسطس عام 2011 بعد المساعي التي بذلها الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري آنذاك. أهلا بكم. لنبدأ بالأنباء الطيبة. اليوم وبعد 16 عاما من إغلاقها تم وبحكم محكمة استئناف وبحكم نهائي رفع الحراسة عن نقابة المهندسين التي كانت قد وضعت تحت الحراسة منذ عام 1995. في شهر نوفمبر عام 2011 كان المهندسون على موعد للتعبير عن آرائهم في أول استحقاق لهم منذ 17 عاماً من مصادرة الرأي وتكميم الأفواه، وكان الإقبال منقطع النظير. الحمد لله يوم جميل جدا وكلنا بنمارس حريتنا، وبالذات بعد ثورة 25 يناير وبالذات بعد رفع الحراسة المؤلمة اللي كانت بتشعرنا اننا مش مهندسين، اننا عبيد عند الحارس القضائي. الحضور كثيف بيدل على ايجابيه عاليه جدا، كل الناس حريصه ما تضيعش الفرصه المتاحه لها، كل واحد عاوز يسهم في بناء نقابته في بناء بلده. قعدت ساعتين وبعدين رجعت تاني علشان اقعد بقى قبل ما الدنيا تروق علشان انتخب تاني. لا لسه ما قدلتش بس حد لي يعني مصره. انطلق المجلس الجديد يحمل آمال وطموحات جموع المهندسين في غد أفضل لهم ولمهنتهم، غير عابئين بما خلفته سنين الحراسة المريرة. وتم انتخاب مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية الحالي وتشكيل هيئة المكتب. انطلق المجلس ليعيد الحياة للنقابة وفق خطة استقاها من واقع برنامجه الانتخابي ليحقق أحلام وآمال أعضاء النقابة، فأنشأ 12 لجنة فرعية تطوع للعمل بها أكثر من 500 مهندس متطوع. كان البرنامج الانتخابي لمجلس النقابة الحالي يرتكز على 4 محاور رئيسية: المهندس، المهنة، الوطن، النقابة. تطوير نادي المهندسين ضرورة. النادي للمهندسين وذويهم بس. تأهيل أبناء النقابة لسوق العمل بالتدريب والتعليم المستمر على أحدث التقنيات والعلوم الهندسية.